تخيل تكون راجع من الشغل متأخر بالليل، داخل عمارة جديدة فاضية تماما ما فيهاش ولا ساكن غيرك. الدنيا ضلمة وهادية بشكل يخوف، وانت طالع على السلم تسمع صوت ضحك أطفال خافت جاي من فوق. ولما تقف عشان تركز الصوت يختفي مرة واحدة، قلبك يبتدي يدق بسرعة وتفضل تسأل نفسك هو في حد تاني هنا غيرنا؟ وايه صوت العيال اللي بتضحك بالليل دي؟ لو كنت موجود في الموقف ده هل هتكمل وتطلع لشقتك ولا هتجري وتسيب العمارة كلها؟ القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي مبنية على أحداث حقيقية، أو على الأقل ده اللي اتقال لنا، وحصلت فعلا لعيلة مصرية بسيطة. أنا أحمد، عمري 35 سنة، متجوز وعندي ولد وبنت صغيرين. بسبب شغلي اضطرينا إن ننقل من شقة إيجار صغيرة في وسط البلد لشقة أكبر في منطقة جديدة على أطراف القاهرة. ميزانيتنا كانت على قدنا، وفجأة لقينا إعلان عن شقة مناسبة جدا وسعرها رخيص وفي عمارة شكلها جديد ومكونة من 5 أدوار. بصراحة استغربنا من السعر لأن المنطقة حلوة والعمارة كانت لسه متشطبة وكأننا أول ناس يسكنوا فيها. لما رحنا نشوف الشقة صاحب العمارة استقبلنا بابتسامة غريبة. الراجل كان كبير في السن شوية وعينيه فيها نظرة مش مفهومة، وهو بيسلمنا المفتاح قال لنا كلمة غريبة: ربنا يكون معاكم، قصدي إن شاء الله ترتاحوا هنا. استغربنا الجملة بس ما خدناش بالنا أوي، قلنا يمكن بيهزر ولا حاجة. مراتي همست لي بشك: مش ملاحظ إن مفيش حد تاني ساكن في العمارة غيرنا؟ فعلا كل الشقق التانية كانت مقفولة ومفيش أي جار في العمارة غيرنا، حتى البواب ما كانش فيها، المفروض لسه ما اتسكنتش. أنا حاولت أطمن مراتي وقلت لها إن المنطقة لسه جديدة ومعظم العمارات اللي حوالينا لسه محدش ساكن فيها، ويمكن إحنا أول ناس هنا. كان باين عليها التوتر شوية، بس فرحت إن أخيرا لقينا شقة كبيرة بالتمن ده. نقلنا عفشنا ودخلنا الشقة أول يوم. الشقة نفسها كانت جميلة ونظيفة، والحيطان لسه مدهونة جديد، ريحة الدهان لسه موجودة في الهوا. العفش ما كانش كتير، وعشان كده خلصنا ترتيب الحاجات الأساسية بسرعة. ولادنا كانوا بيلعبوا في الصالة مبسوطين بالبيت الجديد وإن عندهم مساحة أكبر يجروا فيها. بالليل قضينا أول ليلة بنرتب في البيت، ومراتي بتعلق شوية صور عائلية على الحيطة عشان نحس إن المكان بقى بتاعنا. حطينا صورة فرحنا وصورة ولادنا وهم صغيرين، وصورة قديمة لجدتي اللي كنت بحبها، كانت من ضمن ذكرياتنا اللي بتدينا إحساس بالأمان والدفى. عدى اليوم الأول عادي جدا، ويمكن كمان كنا فرحانين ومرتاحين. الأطفال ناموا بسرعة من التعب، وإحنا كمان نمنا أول ما حطينا راسنا على المخدة. هدوء غريب كان مغطي المكان كله، هدوء يمكن عمرنا ما حسينا بيه. في وسط البلد كنا دايما سامعين دوشة وزحمة بره، هنا بقى الوضع مختلف. مفيش صوت عربية، مفيش جيران، سكوت تام، سكوت مخيف. صحيت تاني يوم الصبح على صوت مراتي بتنده عليا بصوت متوتر من الصالة. جريت أشوف فيه إيه، لقيتها واقفة قدام الحيطة اللي معلقين عليها صورنا العائلية. كانت باصة للصورة الكبيرة بتاعت فرحنا بصة غريبة، وأول ما قربت منها وشي اتجمد. مستحيل، صورة فرحنا كان فيها حاجة غلط. ملامح وشوشنا احنا الاتنين في الصورة كانت متغيرة بشكل خفيف، كأن اللي في الصورة مش احنا بالظبط لكن شبهنا. العيون في الصورة كانت أغمق وكأنها ميتة، وابتسامتنا باهتة أوي. مراتي بصت لي وهي بتترجف: انت شايف اللي انا شايفاه؟ حاولت اهديها وقلت ممكن تكون الصورة بهتت من الشمس او الدهان أثر عليها، بس الغريب ان الصورة مطبوعة ألوان وجودتها عالية، واحنا لسه معلقينها امبارح بحالتها السليمة. ازاي بين يوم وليلة يحصل لها كده؟ فضلت احاول اهدي مراتي واقنعها اننا نطبع غيرها وخلاص، وان الموضوع ملهوش تفسير مخيف ولا حاجة، يمكن عيب طباعة. هي مقتنعتش قوي بس سكتت. رحنا نهتم بترتيب باقي الشقة، ومشي اليوم بشكل عادي. بالليل بعد ما حضرنا العشاء والعيال ناموا قعدنا نتفرج على التلفزيون شوية في الصالة. مراتي كانت لسه سرحانة بتفكر في صورة الفرح، وانا بحاول اتناسى الموضوع تماما عشان ما نخلقش جو من التوتر. بس فجأة واحنا قاعدين في الضلمة على نور التلفزيون الخفيف سمعنا تكة غريبة جاية من اتجاه طرقة الشقة اللي بتودي للأوض. الصوت كان عامل زي خبط خفيفة أو حركة حاجة خشب. بس لحظة واحدة أنا لاحظت إن معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فياريت ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ويا ريت تديني لايك كده عم ماشي، ويلا نكمل القصة. سمعنا تكة غريبة جاية من اتجاه طرقة الشقة اللي بتودي للأوض، وطبعا لأن العمارة كلها فاضية مفيش فوقينا ولا تحتينا جيران، فمفيش مصدر صوت تاني بره الشقة. بصينا لبعض باستغراب. قمت بهدوء وتقدمت ناحية طرقة الشقة، قلت يمكن حد من العيال صحي من النوم ولا حاجة وبيتحرك في أوضته. ولعت نور الطرقة وصوت قلبي كان عالي. لقيت باب أوضة الأولاد مفتوح شوية، زقته بالراحة وبصيت لجوه. لقيت ابني وبنتي لسه نايمين زي ما هما، مفيش أي حركة عندهم. رجعت للصالة وقلت لها ما كانش فيه حاجة، يمكن الخبطة دي من بره، يمكن قطة ولا حاجة على السلم. حاولت أفسر أي تفسير والسلام. قعدنا تاني نكمل اللي بنتفرج عليه، بس حسينا بتوتر إن في حاجة مش مفهومة حصلت. تاني يوم الصبح واحنا بنتجمع على الفطار، بنتي الصغيرة واللي عندها 5 سنين كانت ساكتة ومش بتتكلم كتير.
انا افتكرتها لسه مكسوفة من البيت الجديد او تعبانة. فجأة سألتها: مالك يا حبيبتي؟ حلمتي حاجة وانت نايمة؟ بصيت لي بعينيها الصغيرين وقالت لي جملة غريبة: هو في ولد صغير جارنا في العمارة يا بابا؟ انا استغربت وقلت لها: لا يا حبيبتي، احنا لسه لوحدنا هنا، انت ليه بتسألي؟ ردت عليا وقالت: عشان صحيت بالليل لقيت ولد قدي تقريبا واقف عند باب الأوضة بيبص عليا وبيضحك. كنت فاكرة انه ده اخويا، بس لما كلمته مردش، وبعدين دخل أوضة تانية واختفى. لما سمعت كلامها حسيت ببرودة في جسمي. بصيت لمراتي لقيت وشها مصفر. ابني الكبير واللي عنده 8 سنين استغرب وقال: هو انا كنت نايم ما خرجتش من السرير بالليل. طبعا حاولنا نهدي الاولاد وقلنا للبنت انها يمكن كانت بتحلم او بتتخيل عشان تغيير البيت والحاجات اللي زي دي، لكن بيني وبين نفسي كنت حاسس ان الموضوع مش مجرد خيال طفل. الولد اللي البنت شافته مين ده؟ طول اليوم فضلت الفكرة دي في بالي. حاولت ادور على اي تفسير منطقي، يمكن حد من عيال الجيران اللي حوالينا دخل العمارة يهزر، بس مفيش غيرنا اساسا. يمكن خيال بنتي، يمكن ضغط الانتقال مخليها بتتوهم. قررت اشيل الموضوع من دماغي. اخدت بعضي ونزلت اروح الشغل، ومراتي فضلت مع العيال في البيت. رجعت متأخر في اليوم ده بسبب ضغط الشغل. لقيت مراتي مستنياني وهي متوترة وقلقانة جدا. أول حاجة قالتها لي وأنا لسه بدخل: إحنا لازم نمشي من هنا يا أحمد. اتخضيت وقلت لها: إيه الكلام ده؟ إيه اللي حصل؟ قعدت تحكي لي إنها طول النهار وهي حاسة إن في حد بيراقبها جوه الشقة. كل شوية تحس بحد ماشي وراها أو واقف بيبص عليها من الأوضة التانية، ولما تيجي تبص تلاقي مفيش حد. وكانت قاعدة في الصالة وولادنا بيلعبوا جنبها. وفجأة سمعت ضحكة طفل صغيرة طالعة من المطبخ، ضحكة واضحة جدا للطفل. قامت تجري على المطبخ بس ما لقيتش حاجة. فضلت تلف في الشقة تدور يمكن يكون ابني ولا بنتي، لكن لقيتهم في الصالة زي ما هما. ولما راحت أوضة النوم بتاعتنا اتفزعت من المنظر. صورة جدتي القديمة اللي كنا حاطينها على الكومودينو جنب السرير، الصورة دي كان فيها حاجة غلط. جدتي في الصورة ملامحها كانت حزينة وعيونها كان فيها دموع، مع ان الصورة الأصلية جدتي فيها بتضحك ومبتسمة. مراتي بتقسم لي انها شافت الدموع بعينيها في الصورة. انا بصراحة لحد دلوقتي كنت بحاول اكون هادي، لكن كلام مراتي خلاني احس ان الموضوع فعلا مش طبيعي بالمرة. يعني ايه صورنا بتتغير والعيال سامعين صوت ضحك؟ مين ده اللي بيعمل كده في بيتنا؟ بلعت ريقي بالعافية وقلت لازم اتصرف بهدوء عشان ما يحسوش اني خفت. حاولت اهديها وقلت ان ممكن نقرا قرآن في البيت بصوت عالي، يمكن ده يطرد اي طاقة سلبية او جن ممكن يكون في البيت. انا عارف ان مراتي ست مؤمنة وبتخاف ربنا، فبالفعل جابت المصحف وفضلت تشغل سورة البقرة طول الليل. حسينا براحة ساعتها وما حصلش حاجة باقي الليلة دي، أو على الأقل كنا فاكرين كده. جه الليل وناموا الأطفال، ومراتي نامت جنبهم في الأوضة عشان كانوا مرعوبين شوية. أنا فضلت صاحي في الصالة. قررت أسهر عشان لو في حاجة هتحصل أبقى صاحي واخد بالي. قعدت على الكنبة وأنا موطي صوت التلفزيون وخايف أغمض عيني من الترقب. عادت الساعات ببطء رهيب والعمارة كلها سكوت مرعب. حوالي الساعة 3 الفجر غلبني النعاس غصب عني وغفلت وأنا قاعد. معرفش نمت قد إيه، لكن فجأة صحيت على صوت خبطة جامدة جاية من جوه الشقة. صحيت مفزوع ولقيت النور اللي في الطرقة كان مطفي تماما، مع إننا المفروض سيبناه منور. حسيت إن في حركة حوالين الأوضة. أول حاجة فكرت فيها هي ولادي. قمت أجري على أوضتهم. دخلت أوضة الأولاد لقيت مراتي قاعدة على السرير وحضن الأولاد وقاعدة تقرأ قرآن. صوتها كان مرتعش. سألتها بلهفة: إيه اللي حصل؟ صوت الخبط ده منين؟ ما قدرتش ترد عليا من الرعب. كانت بتشاور بإيديها ناحية الصالة وبتقول: بص، بص هناك. طلعت أبص في الصالة باتجاه إيديها، وكانت الضلمة شديدة جدا إلا نور خفيف جاي من الشباك. وعلى الحيطة اللي عليها الصور قلبي وقع لما شفت المنظر. كل الصور العائلية اللي على الحيطة مقلوبة. براويز الصور كانت بتتهز كأن لسه حد ملامسها حالا. الصورة الكبيرة بتاعت فرحنا كانت واقعة على الأرض، والإزاز بتاعها متكسر قطع صغيرة حوالينها. المنظر كله خلاني أحس إن الدنيا بتلف بيا. مين اللي عمل كده؟ مين دخل بيتنا وقلب الصور وكسرها؟ حسيت بغضب بيتخطى خوفي. أخيرا بقى عندي يقين إن في حد أو حاجة معانا في الشقة. طلعت أجري على المطبخ وجبت سكينة كبيرة. فضلت ألف في الشقة وأفتح أبواب الأوضة واحدة ورا التانية بسرعة وعصبية. كنت بصرخ: بين نفسك يا اللي مستخبي، اطلع بدل ما أقتلك. طبعا مفيش رد. بس وأنا خارج من أوضة النوم بتاعتنا حسيت بريح هوا بارد عدى جنبي بسرعة، كأن حد جري ورايا. لفيت مرة واحدة، مفيش حاجة، لكن باب الأوضة ورايا اتقفل بقوة قدامي في لحظة. خبط الباب خبطة جامدة وشهقت من المفاجأة. رجعت خطوتين لورا، وبعدين بكل شجاعة أو تهور فتحت الباب تاني ودخلت. مفيش أي حاجة برضو. كل ده ومراتي والأولاد سامعين صوتي وصوت الباب وبيبكوا من الخضة. بصيت في مراية الدولاب اللي في غرفة النوم وأنا باخد نفسي. لمحت حاجة ورايا خلتني أتجمد في مكاني. كان باين ورايا في المراية ظل شخص واقف عند باب الأوضة،
بني آدم واضح لكنه كله سواد، ملامحه مش باينة. صرخت ولفيت بسرعة وأنا بسأل مين، لكن ما كانش في حد فعليا. الظل اختفى كأن الأرض انشقت وبلعته. انفجرت في قراءة القرآن وآية الكرسي بصوت عالي، وجريت على أوضة الأولاد تاني، وقفلنا الباب علينا كلنا. فضلنا متكتفين جنب بعض طول الليل، أنا ومراتي حاضنين الأولاد. ما فضلش حد فينا عارف يغمض عينه ولا ثانية. طول الوقت كنا سامعين أصوات حركة بره الأوضة، حد بيجري في الصالة، ضحكة طفل مخيفة، وبعدين صوت خبط على باب الأوضة من بره مرة تانية. كلنا كنا بنبكي بصمت وبندعي ربنا يعدي الليلة دي على خير، لحد ما النور بتاع الصبح ابتدى يشقشق من الشباك. الأصوات ساعتها اختفت تماما. مع أول ضوء للصبح حسينا ببعض الأمان. فتحنا باب الأوضة ببطء وطلعنا كلنا في الصالة. المنظر كان زي خراب، براويز الصور كلها مرمية على الأرض ومتكسرة. الكنبة اللي كنت نايم عليها متزحزحة من مكانها كأن حد حركها بقوة، وترابيزة الصالة مقلوبة والكراسي مرمية كأن في حد عمل حفلة تكسير وجري طول الليل في الشقة. مراتي كانت بتعيط وهي شايلة بنتنا، وابني ماسك فيا وخايف. أخدت نفس عميق وقلت بصوت على قد ما أقدر خلاص هنمشي حالا، مش هنقعد هنا ولا دقيقة زيادة. خدنا بعضنا ولمينا أهم الأوراق والفلوس بسرعة. قلنا نخرج برا العمارة لحد ما نتصرف. طلعنا نجري على السلم وحسينا كأننا هاربين من نار مولعة ورانا. واحنا نازلين من الدور التالت بتاعنا للدور التاني لمحنا باب شقة من الشقق الفاضية كان موارب ومفتوح حبة صغيرين. مع ان امبارح وانا بتفقد العمارة كلها قبل ما انام لقيت كل الشقق مقفولة ومتقفلة بمفاتيحها. وقفت مكاني قدام الباب المفتوح ده وقلبي وجعني من كتر ما بيدق. حسيت اني لازم اعرف ايه سر العمارة دي قبل ما اخرج. جريت على ولادي ومراتي وخرجتهم بسرعة بره العمارة، وقلت لها تستنى مع العيال في الشارع قدام الباب الرئيسي ومحدش يدخل لغاية ما ارجع. طبعا اعترضت وحاولت تشدني معاها عشان عايزاني اخرج، بس انا كنت مصمم. حسيت اني لازم اواجه الحاجة اللي كانت هتجننا دي وافهم فيه ايه. طلعت تاني لوحدي وقلبي كان هيقف. وقفت قدام باب الشقة مفتوح وماسك السكينة في ايدي بقوة، وبخطوة هادية زقيت الباب برجلي. فتحته على الاخر. كانت الشقة فاضية زي المتوقع، ما فيهاش فرش ولا اي حاجة. ريحة التراب مع عفن خفيف جاي على مناخيري. مشيت جوه بهدوء وانا رافع السكينة وعيني على كل ركن. نور الصبح كان داخل من شباك الصالة فمخليني شايف كويس. الشقة ساكتة تماما، لكن قلبي كان حاسس ان في حد معايا جوه الأوضة الداخلية. قربت من أوضة منهم وكان بابها مقفول. مديت ايدي وبهدوء فتحت الباب. ما كانش في حاجة غير الضلمة. ولعت فلاش الموبايل باتجاه الأوضة ولاحظت انها أوضة نوم، وفي آخرها في حاجة شبه دولاب قديم مركون. اتقدمت ناحيته حاسس بكل شعرة في جسمي واقفة. لما قربت اكتشفت ان اللي في آخر الأوضة مش دولاب، دي زي لوحة كبيرة أو مراية متغطية بقماشة سودا. مديت ايدي اللي بتترعش وشلت القماشة. لقيت قدامي لوحة كبيرة متعلقة على الحيطة. أخدت ثانية أستوعب اللي أنا شايفه. دي صورة مرسومة لعيلة، راجل وست وطفلين واقفين جنب بعض قدام عمارة. ركزت لقيت العمارة اللي في الخلفية شبه عمارتنا بالظبط. قربت الموبايل من الصورة على وجوه الناس المرسومين. اتصدمت. الراجل كان شبه صاحب العمارة اللي ادانا المفتاح، كان نفس الملامح تقريبا بس أصغر شوية. الست جنبه كانت شايلة طفل صغير وجنبها ولد كبير واقف. ابتديت أخاف بجد، لأن الولد الصغير المرسوم ده كان شبه الوصف اللي بنتي حكت عنه، وكمان شبه خيال الطفل اللي لمحته وأنا طالع على السلم أول ليلة. رفعت موبايل ناحية وش الست. يا نهار اسود، دي ملامحها قريبة جدا من ملامح مراتي، بس باين عليها حزن وكآبة، وعينيها سودة تماما في الرسم كأنها حفرتين فحم. مش ممكن أكون بتخيل. طب وصاحب العمارة، معقول يكون هو الراجل اللي في الصورة ومعاه عيلته؟ لقيت ورقة صغيرة محطوطة في إطار اللوحة من تحت، كان عليها كتابة بخط الإيد. قربت أقراها وأنا مش مصدق. إلى روحي، زوجتي الحبيبة وأولادي، سامحوني. تحتها توقيع باسم محمود. افتكرت على طول إن صاحب العمارة اسمه محمود. في اللحظة دي الصورة اللي قدامي بقت واضحة. الراجل ده غالبا مراته وأولاده ماتوا، ويمكن ماتوا هنا في العمارة دي. يمكن هو رسم صورتهم عشان يخلد ذكراهم، أو يمكن دي لوحة مراته كانت رسماها. طب إيه اللي حصل لهم؟ وليه أرواحهم باين إنهم محبوسين هنا؟ وأنا مستغرق في الصدمة دي فجأة حسيت بقشعريرة فظيعة في جسمي كله، وإيد باردة مسكت رقبتي من ورا. سمعت صوت راجل بيتكلم ورايا مباشرة. بتعمل إيه هنا؟ اتجمدت مكاني للحظة، وبعدين لمحت في انعكاس زجاج اللوحة وش ورايا. كان الراجل صاحب العمارة واقف ورايا بالظبط، عيونه بتلمع وجمجمته باينة تحت جلده الشاحب. بس لحظة، ازاي دخل من غير ما احس؟ وازاي اصلا هو عايش هنا؟ المفروض بيته في حتة تانية. حاولت اصرخ او اتحرك لكن ايده كانت بتضغط على رقبتي جامد. قال بصوت هادي بس مخيف: كنت عارف انكم مش هتطولوا زي الباقيين،
كلهم مشيوا في الآخر. حاولت أتكلم بالعافية وقلت: انت انت عملت فينا كده ليه؟ ضحك ضحكة خفيفة بس مخيفة وقال: انا؟ لا، مش انا، دي عيلتي. ما قدرتش تسيب العمارة. محدش بيسيب العمارة دي غيري انا. حسيت بنبرة صوته فيها ندم او حزن عميق. فجأة ضغط على رقبتي زيادة وقرب بوشه جنبي وهمس: انا اللي وديتهم هناك، فاهم؟ عمري ما كنت متخيل انه المهم لازم افضل معاهم هنا. مش هينفع امشي واسكن حد غريب معانا. العمارة دي لينا، مقبرة العيلة. آخر جملة قالها كانت مخنوقة ببكاء مكتوم. في اللحظة دي أدركت الحقيقة المرعبة. الراجل ده محمود شكله قتل مراته وولاده في العمارة دي من سنين، أو حصل لهم حادثة مروعة بسببه، وأرواحهم لسه محبوسة في المكان. وكل اللي حاولوا يسكنوا خرجوا جري. يمكن هو كان بيحاول يكلم أرواحهم، أو بيحاول يكفر عن ذنبه إنه خلى المكان ده مقبرتهم. معرفتش الحقيقة بالتفاصيل، بس اللي عرفته إني أنا وعيلتي لازم نخرج بحياتنا فورا. جمعت قوتي كلها وضربته بالبنية في بطنه بكل قوة عندي. حسيت بقبضته فكت من على رقبتي، فاستغليت الفرصة ولفيت بسرعة وجريت من الشقة بسرعة. الراجل فضل يضحك بصوت عالي بشكل مرعب وهو بيقول ورايا: عمركم ما هتهربوا من هنا، هيجيبوكم تاني. نزلت السلم طاير، قلبي هيقف من الرعب. خرجت بره باب العمارة على الشارع، لقيت مراتي وولادي واقفين مستنيني ومرعوبين. جرينا كلنا على العربية وركبنا وجسمي بيسقع من استعجالي ورعشة ايدي. شغلت الموتور وجريت بالعربية بأقصى سرعة. واحنا بنبعد عن العمارة بصيت في مراية العربية اللي ورا، لقيت الراجل محمود واقف عند مدخل العمارة، ومعاه ست لابسة فستان أبيض واقفة جنبه وولدين صغيرين ماسكين فيها بيتفرجوا علينا واحنا ماشيين. مراتي شافت المنظر وصوتت: بص، دول هناك عيلة كاملة واقفة. وبعدها بلحظة ما شفناش حد، اختفوا كلهم فجأة. سيبنا الشقة وكل حاجتنا فيها ومرجعناش أبدا. رحنا على بيت أهلي في نفس الليلة واحنا بنحمد ربنا إننا خرجنا بالسلامة. حكينا لأهالينا واللي يعرفونا عن اللي حصل، في اللي صدق وفي اللي ما صدقش. بعد كام يوم لمينا شوية من أصحابنا ورحنا في عز الظهر عشان ننقل حاجتنا القديمة من الشقة بسرعة ونخلع. استجمعنا جرائتنا وطلعنا، لقينا باب الشقة مفتوح زي ما سبناه، وكل حاجة جوه سليمة، بس الصور المتكسرة مترتبة في كوم على الترابيزة كأن حد اللي مجمعها. أخدنا العفش في كام ساعة ومشينا. قابلنا صاحب العمارة مرة تانية بالصدفة واقف عند مدخل العمارة وهو مبتسم. قال لنا بهدوء: بتسيبونا زي غيركم؟ مردناش عليه بصراحة. كملنا شغلنا وخدنا حاجتنا ومشينا. كان باين عليه إنه عارف إنه هيبقى لوحده تاني مع عيلته. بعدها بفترة عرفنا واحد من المنطقة دي وحاولنا نستفسر منه. طلع إن العمارة دي اتبنت من حوالي 10 سنين، وإن فعلا صاحبها محمود كان عايش فيها مع مراته وولاده الاتنين. لكن حصلت حادثة غريبة، مراته وعياله اتوفوا كلهم في يوم واحد. جوه الشقة باين كان في حريق أو اختناق، والراجل اختفى فترة ورجع تاني للعمارة. ومن ساعتها محدش قادر يسكن فيها، وكل اللي يحاول بيحصل له حاجات مرعبة بتخليه يمشي بسرعة. الراجل عقله اتأثر من الصدمة وقاعد في شقة صغيرة جنب العمارة، لكنه بيجي العمارة دي كل يوم يقعد بالساعات يحاول يكلم عيلته. محدش كان يعرف الحكاية دي بالتفاصيل، بس احنا عشناها بنفسنا. احنا اتعلمنا درس عمرنا: مش كل بيت فاضي معناها امان وهدوء، ممكن يكون وراه سر مخيف محدش يعرفه. ولحد النهاردة العمارة دي لسه فاضية زي ما هي، يمكن محدش هيقدر يسكن فيها تاني ابدا. يا ترى لو كنت مكاننا كنت هتكمل وتقعد، ولا كنت هتهرب بحياتك من بدري؟ وبس، خلصت القصة، ويلا سلام.